ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وبخير. ان شاء الله النهارده الحلقه العاشره من حلقاتنا في انا والمشاعر. حلقتي النهارده بتتكلم عن ست متجوزه بقالها 17 سنه، عندها اولاد. بتقول لي انا جوزي قاسي شويه، عنده جفاء في المشاعر، بس انا تمام تاقلمت مع الوضع وما عنديش مشكله. المشكله ان هو بيتعامل بنفس القسوه ونفس الجفاء مع اولاده. انا طول الوقت بحاول ان انا اقرب المسافات ما بينهم، طول الوقت بحاول ان انا احلي صورته في عينيهم، والحمد لله الحمد لله اولادي بروين جدا باباهم، بيعاملوه معامله كويسه جدا. بس طبيعي ان هم يكونوا بيعبروا عن حبهم ليا انا اكتر، وخوفهم على زعلي انا اكتر. الموضوع ده بدا يضايقه قوي قوي قوي، وبدا يغير جدا. والاكتر من كده ان هو بيتهمني ان انا السبب في بعد اولاده عنه. انا عندي احباط شديد، معقوله بعد المجهود اللي انا بذلته علشان يبقوا باروين بيه، وعلشان يبقوا قريبين منه، وعلشان يبقى صورته حلوه في عينيهم، يتهمني ان انا السبب؟ انا مش عارفه اعمل ايه. انا هقول لحضرتك نقطتين تركزي فيهم وتحطيهم قدامك، وان شاء الله هيساعدوكي ان انت تستريحي وحاله الاحباط اللي عندك دي تروح خالص. اول حاجه، اوعي تسمحي لحد ان هو يدفعك فاتوره تصرفاته. اللي بيزرع بيحصد، اللي هيزرع حب هيحصد حب، اللي هيزرع قسوه هيحصد قسوه. والحمد لله انت بتقولي ان الاولاد باروين جدا بيه وبيعاملوه معامله كويسه جدا. المشاعر واللي انت ما اديتهاش ما تتوقعش ان انت تاخدها. فلازم حضرتك تركزي مع النقطه ديت جدا، عشان تعرفي ان هو بيحاول يضغط عليكي وبيحاول ان هو يبتزك، عشان هو مش قادر يبذل مجهود ان هو يغير من تصرفاته وطبيعته مع الاولاد. يبقى اول حاجه، مش هسمح لحد ان هو يدفعني فاتوره تصرفاته. تاني حاجه، حضرتك بتقولي ان انت عندك مشاعر احباط عشان انت بذلتي مجهود كبير جدا، وفي الاخر هو شايف ان انت اصلا السبب، وناكر المجهود اللي انت بذلتيه عشان تقربي بينه وبين الاولاد. طيب، دايما في قاعده اتكلمنا قبل كده في قواعد السيلف كوتشنج ان انا لازم افكر انا بعمل ايه وبعمله ليه. طيب، انا بعمل ايه؟ انا كنت دايما بحلي صوته وبقرب بينه وبين اولاده، بعمل كده ليه؟ هل بعمل كده عشان كنت مستنيه ثناء وتقدير ومدح من الشخص ده، ولا عشان انا كنت عايزه اطلع اولادي باروين بابوهم، عشان كنت عايزه اطلع اولادي عندهم اتزان وسواء نفسي؟ وده اللي الحمد لله ان انت وصلتي له. خلاص، يبقى طالما انا حققت التارجت من الحاجه اللي انا كنت بعملها، يبقى هيجي لي مشاعر الاحباط ليه؟ الا اذا كنت بتعملي كده عشان مستنيه ثناء وتقدير من الشخص ده، وانت من الاول عارفه ان ولا هيبقى في ثناء ولا هيبقى في تقدير منه. يبقى الحمد لله انا سعيت في اتجاه، ربنا كافئني وخلى اولادي باروين بباباهم وبيعاملوه معامله حسنه ومتزنين نفسيا. هو ده الهدف اللي انت كنت عايزاه من الاول، هو ده الهدف اللي وصلتي ليه. يبقى مفيش اي داعي لمشاعر الاحباط. اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله.